بما انه بزاف ديال الناس ما كيعرفونيش مزيان وما عارفين شنو هو المسار الدراسي اللي دوزت، فانا قررت في هذا الفيديو نعطي بخلاصه وبعجاله مختلف المحطات اللي دزت منهم، التوجه ديالي من مورا البكالوريا شنو هي المدرسه اللي درت، ومن مورا ما تخرجت اشنو درت. اول حاجه غادي نهضر عليها هي انه في العائله ديالي ما كانش شي واحد اللي يقدر يعاونني في القضيه ديال التوجيه، يعني ما كانش شي واحد اللي فايتني شاد الباك قبل باش يقول لي مثلا اش من مدرسه غادي ندير، وبالتالي انا كتوصلت لجذع مشترك ومازال ما عارفش اشنو غادي ندير. وهنا غير واحد المجموعه ديال الاساتذه اللي قراوني في السانكيام وفي السيزيام هما اللي قالوا لي باللي انت راه عندك مع الرياضيات راه تقدر تختار في التوجه علوم رياضيه، فحتى انا ما كنتش من العاكزين وقلت اجي نختار هاد الشعبه ونشوف هاد التحدي هذا فين غادي يخرجني. اختاريت علوم رياضيه في السيزيام، وفي الاخر ديال العام في النقطه ديال الجهوي جبت 15.35. وفاش وصل العام ديال البكالوريا كنت ما بين جوج ديال الاختيارات، سواء غادي نكمل في علوم رياضيه ولا بي، ولا غادي ندير علوم فيزيائيه ولا علوم الحياه والارض. وفي الاخير اختاريت على انني نكمل علوم رياضيه حيت قلت مع راسي باللي بديت في هذا التحدي ديال انني نشد الباك ديالي بعلوم رياضيه فخاصني نكمل فيه حتى الاخر. وفي سنه 2012 شديت الباك ديالي علوم رياضيه ب 14.68. وباقي نعقل كان واحد الموقع وحيد هو اللي كنتي تقدر تدخل وتشوف فيه الجديد ديال المدارس العليا واللي كان سميتو المناره.ma. وفاش شديت الباك ديالي كنت ديما كنمشي للسيبر وتندخل وكنشوف الجديد، ولكن الفكره اللي كنت داير في بالي هي انني غندير لانسا. والسبب في هذا الشيء هو انه واحد الاستاذ كان كيقريني في البكالوريا هو اللي كان كينصحنا بهذه المدرسه هذه، وكان كيهضر لنا بزاف على الاقسام التحضيريه. وصراحه في ديك الساعه الحاجه اللي كانت كتبان لي بانها مناسبه للبروفيل ديالي هي انني نكون مهندس. وقلت مع راسي باللي اسهل واحسن طريق اللي غتوصلني لهذه المهنه هي لانسا. غير هو في ديك الوقيته راه كانوا بزاف ديال الاختيارات، يعني ما كانتش مباراه وطنيه كدوزها ديال لانسا. كان الكونكور ديال لانسا ديال الجديده بوحدو، ديال اسفي، ديال مراكش، كل انسا كدير الكونكور ديالها، ولكن الواحد خصو يختار يدوز واحد الكونكور، زائد كل مدرسه كان السوي ديالها خاص بها. والنقطه اللي جبت في البكالوريا خولات لي باش انني نتقبل فيهم كاملين، وكان ضروري خصني نختار واحد المدرسه اللي غنمشي ندوز فيها الكونكور. وفي شهر 8 في 2012 مشيت دوزت الكونكور ديالي ديال لانسا في مراكش، ومن مورا واحد 3 ايام تلاحوا النتائج وما طلعتش لا في اللائحه الرئيسيه ولا في لائحه الانتظار. والغريب في الامر هو انه ما كنتش دافع لا لافيستي ولا لو اس تي. دونك في الاخير بقى قدامي اختيار واحد هو انني نمشي ندير الكليه ديال العلوم، وبالضبط شعبه العلوم الرياضيه، حيت هذاك الاستاذ اللي قرانا الباك في الرياضيات كان كينصحنا باللي الناس اللي ما قدروش على انهم يدخلوا الاقسام التحضيريه ولا لانسا يدوزوا واحد عامين في لافاك يديروا فيها سيونس مات، وابخي يقدروا يدفعوا عاوتاني المدارس ديال المهندسين. وهذا الشيء اللي درت بالي ودخلت مصمم باش انني ندوز عامين في لافاك اللي نجيب فيها على الاقل 2 مونسيون باش انني ندفع لي زيكول. ولكن من مورا ما دوزت العام ديالي في لافاك ونجحت فيها وب2 مونسيون، في الاخر ديال العام قررت على انني غير نعاود نجرب ندوز الكونكور ديال لانسا. وفي ذاك العام اللي هو 2013 هو العام اللي ولات فيه مباراه وطنيه. مشيت دوزت هذا الكونكور ما بريباريشني مزيان، مشيت غير بداك ليسبري ديال اجي نجرب نشوف واش غادي تصدق ولا لا. وفاش بانوا النتائج لقيت راسي بانني في لائحه الانتظار وبعيد بزاف، يعني شي 2500 بقيت عاقل. صافي ديك الساعه حيدت من بالي الفكره ديال لانسا ومشيت معول على انني غادي نكمل العام الثاني في لافاك. فاش وصل شهر 9 2013 لقيت راسي بانني كاين في واحد لا ليست في لانسا ديال اسفي. وصراحه انا دخت وما عرفتش شنو غادي نختار، واش نمشي للانسا ونكمل فيها 5 سنين ونتخرج مهندس دوله واخا جبت واحد النقط مزيانه في العام ديالي الاول في لافاك، ولا نكمل في العام الثاني في لافاك وديك الساعه ندفع لي زيكول وندوز لي كونكور ونشوف واش نقدر نتقبل في شي مدرسه. في الاخير اختاريت لانسا، قريت فيها عامين ديال السلك التحضيري ومن موراها 3 سنين ديال سلك المهندسين. والشعبه اللي تخرجت فيها هي هندسه صناعيه. وملي تخرجت دوزت بزاف ديال لي زونتروتيان مع دي ملتي ناسيونال باش انني نخدم معاهم. وفي شهر 10 في 2018 لقيت الخدمه ديالي في طنجه، وبالضبط في ميناء طنجه المتوسط. ومن مورا ما دوزت عام في هذيك الشركه اللي في طنجه رجعت لكازا، وهذه المره خدمت واحد الشركه اخرى في المجال ديال الطيران. وابخي 8 ديال الشهور اكزاكتومون من مورا هذه الخدمه هذه ديك الساعه ديميسيونيت وبديت في صناعه المحتوى اللي من سنه 2020 وهي الخدمه ديالي. يعني دابا تقريبا دازت عامين وانا في صناعه المحتوى. فاش كنقول صناعه المحتوى فهادشي ما كيعنيش بانني كندير غير فيديوهات، راه كاينين حتى لي فورماسيون اللي كندير اونلاين، كاينين لي فورماسيون اللي كندير في الجامعات، لي كونفيرونس وبزاف ديال الحاجات اخرين. كاينين مجموعه ديال التلاميذ اللي غادي يتسائلوا كيفاش واحد الشخص كان مهندس دوله وفي الاخر اختار على انه يدير صناعه المحتوى. شنو هو السبب اللي يخلي الواحد على انه يدير هذا الاختيار؟ واش الخدمه ما كايناش في المغرب ولا هاد المهنه هذه الصالير ديالها هابط؟ باش نجاوب على هذا السؤال بالنسبه لي انا ما كان لا السبب الاول لا السبب الثاني. كاينه واحد الحاجه اللي انا مقتنع بها ومآمن بها بزاف في المغرب، واللي هي انه الخدمه كاينه وفي جميع الشعب. غادي تقول لي باللي قليله،
غادي نتفق معك، ولكن راه كاينه. يعني الواحد كان كيقلب الا عرف كيفاش يختلف على كاع لي كونديدا اللي كيبانوا في سوق الشغل وباغيين يخدموا، فراه اكيد غادي يلقى واحد الخدمه. وهذا الشيء اللي خدمت عليه فاش كنت كنقلب على الخدمه الاولى ديالي، وهو اللي مكنني باش انني نلقى لي ستاج والخدمه الاولى ديالي والخدمه الثانيه. اما بالنسبه للسبب الثاني اللي هو الصالير، فما كانش كيهمني بزاف. الحاجه اللي كانت كتهمني في هادشي كامل هي انني نكون كندير شي حاجه اللي تتعجبني. دونك كيف قلت لكم في الاول، الاختيار باش انني نكون مهندس ما كانش اختيار ديالي، انا غير قلت اجي نجرب ونشوف هادشي فين غادي يوصل. ولكن ملي جيت خدمت ودوزت عام وزياده، اكتشفت بلي انه داكشي ماشي ديالي، خصني نقلب على شي حاجه اخرى. وفاش جيت غادي نبدا نتيستي، بديت كنفلتري بزاف ديال الحاجات واختاريت صناعه المحتوى. تيستيتها، جربتها، لقيت فيها راحتي، لقيت بانني كندير شي حاجه اللي تعجبني، فقلت هذا هو المسار اللي نورمالمون خصني نمشي فيه. وكاينه واحد الفكره اللي مآمن بها بزاف، هي الا كنتي كدير شي حاجه اللي تعجبك اكيد غادي تخرج منها الفلوس. العكس، الا كنتي كدير شي حاجه اللي ما تعجبك، تقدر انك تجيب منها الفلوس وتقدر انك ما تجيبش منها الفلوس، ولكن دون توليكا راك كدير شي حاجه اللي ما تعجبكش. يعني كل نهار غير بزز منك تدير هذيك الحاجه. اذا كيف قلت في الاول ديال الفيديو، غادي نهضر غير بخلاصه بعجاله دغيا بالزربه على الباركور ديالي واشنو درت من مورا الباك. ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انني ندير فيديو اللي نهضر بها بالتفاصيل، سواء على الباركور ديالي في السيزيام في الباك ولا من مورا الباك، يعني السلك التحضيري في لينسا والسيكل انجينير. ونقدر نهضر حتى على واحد القضيه اخرى اللي هي العام ديالي اللي دوزت في لافاك وكيفاش قدرت على انني نفاليدي فيها، زائد حتى كيفاش قلبت على لي ستاج وكيفاش لقيت الخدمه. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انك تكون استفدتي منها. تهلا لي فراسك، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.